دلوقتي التعلق نوعين. النوع الأول نوع الاتنين اللي بيحبوا بعض قوي، تعلق سوي اللي هو الحب العشق، بيبقى عامل زي حرف ال A. لكن التعلق المرضي بيبقى عامل زي حرف ال T. فمجرد اني مشيت من حياتك انت وقعتي على جدور رقبتك او انت وقعت، بكرهك قوي علشان انت السبب في معاناتي وألمي وكل حاجة وحشة انا بحس بيها دلوقتي. انا كنت متعلقة بيك، كنت رابطة سعادتي، احلامي، اهدافي، حتى النفس اللي باخده منك. فانت لما مشيت انا مرضت، بشتكي منك لطوب الارض علشان انا مأذية منك. والتعلق هنا مرض، انا هنا متعلقة بالشخص تعلق مرضي لان كل حاجة مربوطة بيه، وده مش صح. لان التعلق بغير ربنا سبحانه وتعالى عذاب شديد قوي، لان علقت قلبي وروحي بإنسان زيه، فهنا بيكون في عذاب قوي قوي، لان البشر بيتغيروا وبيتلونوا، واوقات كتيرة بعد الشر ممكن يموت في اي لحظة، ممكن يحصل فراق، ممكن يحصل اي حاجة. فالتعلق اني ماسكة بحاجة قوي بتسيبني وبتمشي لاني انا متعلقة بيها زيادة عن اللزوم. فالتعلق دايما اخره كره واخره عذاب واخره ناس ما بتكملش، وبنسبة كبيرة جدا علاقات التعلق ما بتكملش بنسبة 90%، ما بتكملش لاني انا رابطة كل حاجة بالشخص ده، وده ما ينفعش. انا ليا حياة وهو ليه حياة، احنا الاتنين بنحب بعض فبنكمل بعض، بس ما ينفعش ان انا اكون قاعدة وحاطة كل حاجة في القالب بتاعه، ده ما ينفعش. ده بيهد العلاقة وبيخليكي بتعملي ضغط نفسي رهيب جدا على نفسك وعلى الشخص. كل حاجة وانتي بعيدة عنه بتحسي انك روحك مسحوبة، انك مش قادرة تكملي، في حاجة بتبقى ناقصة، في حتة فيكي ما بتبقاش كاملة. لو بعد عنك شوية وما ردش على التليفون بتتجنن وما بتبقاش طايق نفسك. لو اختفى من حياتك بتبقى هش وضعيف جدا. لو قالك اي كلمة وحشة ثقتك بنفسك بتتهز وبتحس انك مش كفاية. في بعده بتبقى حزين، دايما هو اللي بيدعمك، ولو هو اللي ما دعمكش فبتحس ان انت لو كل الناس دعمتك ناقصك حاجة من الشخص ده. فبتبقى واخد صورة عن نفسك انك ما تستحقش وانك ضعيف جدا، وده مش حب، ده تعلق مرضي. لان الحب اللي بجد ان انا دايما بشوف نفسي كويس، بشوف نفسي كفاية، بشوف نفسي ان انا استحق الشخص ده، وان انا مش قافل عليه قوي، وان هو لو سيبنا بعض فانا واخد صورة عن نفسي وهو مديني صورة عن نفسي اني بجد كويس وان انا استاهل. ساعتها بيحصل استشفاء ذاتي لما العلاقات بتخلص. لما بتبقى متعلق تعلق مرضي وتتساب انت بتكره وما بتعرفش تسامح، والتسامح جزء من العلاج وجزء من التعافي كبير قوي. انت عمرك ما هتسامحه، اصل هو مشي فانت وقعت، فانا بكرهك وانت اللي اذيتني وانت اللي عملت فيا كده، وانا عمري ما هسامحك. فده اسمه تعلق مرضي مش حب. الحب حاجة تانية خالص. الحب نبيل، ودايما ببقى مديك صورة عن نفسك انك بجد تستاهل وتستحق، واني مهما مشيت من حياتك فانت هتكمل لانك قوي وتقدر تعمل ده.